دقيقة واحدة وهسمعكوا رد فعل الإعلام الجزائري بعد فضيحة نجم منتخب الجزائر اليوم في مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، ورسميا طرد نجم المنتخب الجزائري من المغرب وترحيله للجزائر بقرار تاريخي من السيد فوزي لقجة اللي هيعلمكوا الأدب. أي واحد جزائري مدلس أو أي لاعب أو أي صحفي أو أي إعلامي جاي المغرب وفاكر نفسه ان هو هيعمل اللي هو عايزه او هيقلل من المغرب، هيتضرب بالجزمة وهيتم ترحيله. شوف معايا الفضيحة اللي حصلت النهاردة من نجم المنتخب الجزائري، من اللاعب اللي بيقولوا عليه افضل لاعب في الجزائر وبيقارنوه باشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي. شوف الفضيحة والكارثة، تابع معايا الفيديو ده كامل وانتظرونا في النهاية. طرد وترحيل لاعب منتخب الجزائر من المغرب بعد تصريحاته المستفزة والخطيرة، حيث قال بأن هناك مسرحية تحكيمية في كأس إفريقيا لصالح المغرب، ولقد تم طرده وترحيله إلى مطار هواري بومدين. تفرجوا لهذا خونا. انا تتقاس الشخصيه تاع واحد اللي يكون ديريكت، وانا ما انا جوبونس ما نحملش هذا الشيء، وما نقدرش نكون يعني في هذه المنظومه الفاسده. الارزاق في يد ربي، وان شاء الله نكون يتسقم كلش وتكون. هذا خونا هذا، شوفوا هذا التصوير، هذا استهزأ بالمغرب بكاس افريقيا وقال لك عندنا ملاعب اربعه وطعطا، واليوم داخل المغرب يا مبدل الاحوال. اليوم علاش جيت المغرب؟ ياك هذا الملعب كنت غتلعب فيه هو يقطر، علاش جيت له؟ علاش دخلت المغرب؟ هذا تكلفوا به، الله يرحم لكم الوالد. وتا هذاك المغربي روحوا له لكم تكلفوا به، المهم دبروا راسكم كيفاش ديروا له. لانه حشومه تستقبل انسان استهزأ ببلادك، حشومه تدخل انسان استهزأ ببلادك. هذه من جهه. هذا الانسان هذا انا مازال غدوه نولي لهذا الموضوع وغندير عليه فيديو. هذا الانسان هذا استهزأ بالمغرب. ما فهمتش انا بغيت نفهم انا راسي احبس. واش هذا الانسان يستهزئ ببلادك وانت مستقبلوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مستهزئ ببلادك وانت مستقبلوه وفرحان به، هذا راه خاصو ما يقعدش. هذا حتى هو خاصو يلحق الاخرين. المهم هذه هذا المراسل ديال هاد الدرس. لا حول ولا قوه. الحمد لله بارطاج فليكسي لكاش بيبليسيتي بعد يا صح ديرك لكاش اسماعيل اسماعيل روح. بسم الله. هذا الفيلم لازم يوصل للسلطات المغربيه. علاش؟ باش يطرح على هذه القناه من المغرب. علاش؟ لانه راه دير الفتنه، وهذه القناه حرشت الجماهير واش تيقولوا، خبرت الجماهير واش تيقولوا في القناه على حساب التذاكر، باش يقولوا ما كاينش التذاكر راهم عند وليد صادي. روح دبر راسك مع وليد صادي، ماشي تجي تما باش دير الفوضى ودير البلبله للسلطات المغربيه. انتوما ناس باغيين ديروا الفوضى قدام في الشارع العام قدام السلطات المغربيه، مع السلطات المغربيه، لانه انتوما جايين محرشين. انتوما عندكم اجنده خدامينها ديريك، جاي محرشين. انت تخبر له فوضى تقول لهم قول التذاكر ما كاينش، التذاكر راهم تما دبر راسك روح شري التذاكر كيفك الناس كاع الناس شاريه التذاكر. حتى المغاربه تا هما حاصلين ومشاو شروا التذاكر. ما داروش هاد الفضيحه راكم ديروها انتوما. باغي ديروا الفوضى في المغرب ولا كي صار لكم؟ باغي ديروا في الفوضى. الشهره اللي درتوها، الفضيحه اللي درتها اليوم اسماعيل المراسل ديال 4 دورو جاي تخبر لهم بوذنيهم تقول لهم قولوا واش داير وفايته في المباشر. وانت حاسب راسك راك غير بوحدك انت عايش. احنا ما كاينينش والله لا طلقناكم، لانه حنا تابعينكم تتبعك على لانهم نتوما خاصكم تفضحوا باش السلطات المغربيه دير معكم الواجب، لانهم نتوما ناس خبثاء، ناس ديال الفتنه، ناس ديال المشاكل، ما باغيينش الربح المغرب، لانه المغرب فاتكم سنوات ضوئيه. المغرب طور، المغرب شابعيه. انا عطيت لكم الملعب ديال مولاي الحسن، شوفوا الملعب ديال مولاي الحسن راكم تفرجوا فيه، اللي كنتوا تقولوا بالذكاء الاصطناعي، اللي كنتوا تشوهوا في الصوره ديال كنتوا ما قادرينش يديروا ملعب، داروا ملعب في 8 شهور وحنتوكم كاملين والناس راه داخله له. تبهدلتوا وتوسختوا وليتوا تدبروا اي حاجه ديروها. كيما هذاك بنادم هذاك معزوزي هذاك. شوفوا انا واش قال معزوزي. نجم ندخلوا اخرجوا لنا شجعانكم راحوا للام درمنج ربحنا الماتش. دونك في المروك بصح انا نحب جنود في المدرجات يكونوا يعني سلاح فتاك حقيقه، يخدموا على الشعب هذاك الاخر. اتونسيون الانصار تاعنا البريمي ماتش تاع الفياسكو ما دخلوش. مازالك تنوم واقيلا.
لي ريزو تنطقوا لي ريزو ميم لي سيترونجي. شتو هذا ما زوجوش قال هذا قال لك خاصها الفوضى وخاصك تدخلوا صحيح وديروا بالقوه كاع الملعب. شتو الناس كانت تهدد، واحد يهدد من الجزائر، واحد جايك المغرب، الاخر جايك يسول مبومه على التحكيم. شوف راه اقسم لكم بالله خاص التلاحم، خاص الوقت وقت ديال الزيار، لانه هاد الناس ما يحشموش، هاد الناس خبثاء. هذا قال لك خاصهم يدخلوا بالقوه ويديروا المشاكل في المغرب، يعني كيصافوا دير كيفاش خاصك دير المشاكل في المغرب. هاد الناس خاصها شوف خاص التلاحم، خاص التآزر، خاصنا نزيروهم، خاصنا نفض. اللي حصل النهارده من لاعب المنتخب الجزائري هو فضيحة بكل ما تعني الكلمة من معنى. اللي حصل ده ملوش علاقة بكرة القدم، ملوش علاقة بكرة القدم. وانا بقول لكم بان اللي حصل ده مش هيمر ابدا مرور الكرام، لا من فوز لقجع ولا من الكاف الافريقي. احنا دلوقتي اصبح كل مباراة بيلعبها المنتخب الجزائري او منتخبات الجزائر بنشوف كارثة وبنشوف فضيحة جديدة. النهاردة نجم المنتخب الجزائري انا معرفش هو منين نجم، ولكن هما بيعتبروه ان هو نجم. اللي حصل منه النهاردة ده انا لو قلتلكوا ده فضيحة هبقى مش ببالغ. لا، قرار ترحيله ده قرار تاريخي، ده فعلا لازم يتم ترحيله. ده ما كانش لازم يتم ترحيله، لا ده كان لازم يتحبس في المغرب، كان لازم يتحبس في المغرب ويقع عليه عقوبة نارية، لان اللي احنا شفناه ده ملهوش علاقة تماما بكرة القدم، ملهوش علاقة تماما بكرة القدم. بلطجة وقلة أدب وخمر ونسوان وحاجات والله العظيم ثلاثة. يا جماعة أنا أول مرة أشوف لاعب عربي يعمل كده، مش ممكن اللي حصل ده لأول مرة أشوف لاعب عربي بيعمل كده. موضوع بصراحة غريب وعجيب جدا. فأتمنى من السلطات المغربية لو حصل أي موقف مشابه لهذا الموقف لا ما يتمش ترحيل اللاعب لبلده، لا لازم يتحبس ويتعاقب في المغرب، لأن هو قل أدبه في المغرب. هو عمل الموقف الزبالة اللي شفناه في بداية الفيديو ده في المغرب. أنا هفضل أقولها وما عنديش أي مشكلة ومش هزهق. قبل ما البطولة تبدأ تفتكروا أنا طلعت هنا في القناة وقلت لكم إيه؟ قلت لكم يا جماعة الجمهور الجزائري مع احترامي ليه طبعا للناس المحترمة مش كلهم، دول يا جماعة مش جايين عشان يشجعوا ويدعموا المنتخب الجزائري أبدا. دول للأسف جايين وعايزين يعملوا مشكلة في المغرب، جايين بغرض ان هم يفتعلوا أزمة في المغرب، جايين وعايزين يثبتوا للعالم بأن المغرب ما نجحتش في تنظيم كأس أفريقيا. وده لو هتتكلم بالعقل وبالمنطق لا ده مش طبيعي. المغرب نجحت وتفوقت على الجميع. اللي عملته المغرب مفيش أي حد هيعرف يعمله، لا تنظيم على أعلى مستوى، حاجة مفخرة بكل أمانة وبكل صراحة. المغرب أبهرت العالم ووصلت رسالة للجميع بأن مفيش وجه مقارنة. لا تقول لي قطر ولا مش قطر ولا أي دولة تانية، لا مع احترامي للجميع للمرة التانية المغرب لا تقارن بأي دولة تانية في موضوع التنظيم. النهاردة انت بتتكلم في معظم المباريات بتشوف أمطار شديدة في المباريات ومع ذلك ما بيتمش تأجيل مباراة أو إيقاف مباراة. طب الإعلام الجزائري يقدر يقول كده؟ لا للأسف. عشان إيه؟ عشان هو إعلامي مدلس بينفذ أجندة، بيقولوا لهم تقولوا إيه وما تقولوش إيه. اللي بيعمله الإعلام الجزائري حرفيا ما بيعملش حاجة غير إن هو يقلل من المغرب ومن رموز المغرب ويطلع يقول بأن المغرب
دولة فاشلة. ده بس اللي بيسعى إليه، وده بس اللي بيعرف يعمله الإعلام الجزائري. طب يا جماعة قولوا كلمة الحق ولو لمرة واحدة. لا، مفيش، ما يعرفوش عنها أي حاجة. اوعى تنتظر من واحد جزائري ان هو يجي يقولك كلمة حق. الناس دي يعني انا اول مرة في حياتي بصراحة اشوف ناس بهذه الطريقة. فكل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم بان نجم الجزائر النهاردة اللي شفناه في الفيديو ده تم ترحيله الى بلاده، ولكن انا مش مع قرار الترحيل ما زلت حتى الان. انا كنت اتمنى بان هو ياخد اقصى عقوبة من الامن المغربي وليس يتم ترحيله. ليه؟ عشان يبقى عبرة لأي واحد جزائري، لأي واحد مصري، لأي واحد تونسي جاي المغرب وفاهم أو فاكر بأن هو هيعمل اللي هو عايزه. لا، مع احترامي ليك، لو انت مش مؤدب ومش محترم هيبقى غير مرحب بيك تماما في المغرب. وانا قلتها وهفضل اقولها، وهياخدوا ضدك كل الاجراءات القانونية. وده طبعا اللي بيحصل دلوقتي مع معظم الجمهور الجزائري. ديما مغرب، اشوفكم في فيديو جديد.